هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين. اول ما نبدي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم راح اسوي وياكم تمر مدبس. راح اسوي لكم اياه اجهزه اريد رمضان ان شاء الله. شوفوا اني هسه هذا السمسم وهذا الجوز كسرته تكسيره خشنه مو ناعمه كلش على مود من تاكلوها مبينه، والدبس افوره دبس. مو اني بس اني اسوي الدبس، بس اني راح احميه واشوفكم اياه لازم على النار. وبهاراته هسه هم اشوفكم اياها كليتها ان شاء الله واجهزهن. بس اول مره خل اكسر الجوز واحمصه شويه تحميصه هو والسمسم وفول السوداني، واكيد الهيل وشويه دارسين وشويه زنجبيل وحبه حلوه، ذن كلهن لازم يكونن موجودات ونشوفكم اياهن ان شاء الله. وتمر خستاوي مفلس من النوى، تريدون بالنوى تريدون بدون نوى. انا اسويه بدون النوى لان للاسهل بالاكل، اسهل. بس اهم شي لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس بنات، واهم شي اللايكات، لا تنسون اللايكات. شوفوا حبايبي هسه دا احمص الجوز ويا السمسم وشويه النوب، راح اخلي البهارات هم وياه على حراره الجوز والسمسم، اخلي البهارات هم اشوفكم اياهم. ومن افور الدبس هم اشوفكم اياه شلون تشترون الدبس، ولازم يحمى يوصل لدرجه الغليان. يلا نضيف التمر والمكسرات كليتها هو والبهارات عليه. شوفوا بنات هسه انا ايش خليت الفول السوداني هم محمصته كملته. هسه راح اضيف البهارات اللي اريد اخليها. هاي شويه زنجبيل ونطي نكهه كلش هم طيبه، شويه قرنفل مطحون تريدون حاب كيفكم، وهاي باعوا شويه قرنفل مطحون. هاي النكهات انتو تريدون الزيتون تريدون تقللون كيفكم. وهاي هيل، الهيل اني اخلي كمية هواية شوية. وهذا الهيل وهذا الدارسين شوية هين. ان شاء الله يعجبكم، لا تنسونا باللايكات وتفعيل الجرس. وهاي الحبة الحلوة او الشمر بالعربي، اكو دول عربية يسموه الشمر، احنا نسميه بالعراق حبة حلوة. كثروا له كلش طيب بالقرض لاحد لما ياكله اثناء الاكل. وهاي هسه كملنا الخلطة اللي نضيفها إله. قلت لكم التمر مجهزته اني على حماوته، راح هو حار راح اقلبه تطلع هي النكهات. ومحضرة شيشة قزاز، اهم شي لازم تكون شيشة قزاز مو بلاستيك، لا تخلون بلاستيك، القزاز مقاوم اكثر فترات طويلة. صراحة هاي اخواننا بالبصرة يسووها، هاي تمر المدبس. هاي هي راح جهزتها كملتها لحد ما يكمل عندي الدبس. اني الدبس لين اني دا اسوي راح اشوفكم اياه. شوفوا هذا اني اسوي على ايدي شلون افوره وارجع اعصره وارجع بالمنخل اصفيه من كل الشوائب، وبعدين اخليه يفور لحد ما اريد الثقل اللي اني اريده، واعبيه بطاله واضمه مال السنه كامله. بس اني اليوم جهزته جديد على مود هاي الخلطه لان مخلصه دبس، سويته جديد. وللاسف ما صورت لكم اياه شلون سويت الدبس. بس هاي انتو عادي تشترون دبس شو تسوونه هيك على الطباخ هو ويفور، ما تخلونه فترة طويلة، بس يفور هيك نضيف التمر وهاي التتبيلة كليتها مال المكسرات والبهارات. لا تنسون اللايك. شوفوا بنات اني هذا التمر شوفوا قلت لكم مفلسته وهمات متبلته هم حبة حلوة وهيل وضعمته، هو اللي راح استخدمه اليوم.
والله والريحة فد شي مال البهارات اللي خليتها وجربوه، والله كلش طيب. عطره يعني فد شي صار. شوفوا الدبس، شوفوا شلون هاي هسه دا يغلي. انا ايش راح اسوي؟ راح انصب نار كلش، وراح اخلي طبقة تمر عمود إيلين، والخلطة من عندها اخلي عمود بكل الخلطة يصير. شوفوا هو على النار، بعدني حد الآن ما مطفية النار من عنده، لأن على مود يلين التمر كلش بيه. هو هذا التمر المدبس. وأثناء الصب تخلون الماعون وعليه راشي فد شي. شوية فككوا التمر عمود كله يشبع بالخلطة. والوردة مال التمر لازم تشيلوها، نخليها نموت. إذا تريدون تزيدون من هاي التوابل زيدوا، يصير كلش طيب. كله راح اخليه التمر واسوي. ان شاء الله يعجبكم مثل بقية الخلطات اللي سويتها والاكلات. بس اريد اشوف هو والدبس، اشوف احتاج تمر بعد لو لا. بس ايه راح احتاج بعد تمر، واني عندي تمر حتى اذا تطلع عندي الكمية هواية، يعني يطلع فد كيلوين اكثر عادي. شوفون دا اشتم الريحة فد شي صارت. راح اخلي هاي بقية التمر اللي عندي همه وكله راح اسوي، وهذا يبرد يلا تعبونه بالشاش سنة ما عليه شي. شو وقت ما تردون طلعون منه وتاكلون. شوفون المكسرات كسرت له هواي عندي يصير كلش طيب. التوابل كلها خليتها. سمعت الطقطقات، ما يحلى الطبخ الا بالطقطقة. هذا المدبس بالمكسرات والبهارات، وراح ارجع اذكر لكم اياهن. خلينا دارسين، خلينا قرنفل، خلينا حبة حلوة اللي هي شمر، وخلينا زنجبيل وهيل اللي خليناهن. شوفوا شلون صار ثقيل، لان هذا الدبس مال التمر هم راح يصير بالدبس اللي هو حميناه وخلينا. هذا كل الخلطة راح هسه اعوفه يبرد، وبعد من اعبيه اشوفكم اياه. هاي حبايبي باعوا شلون خليته بالشيشة. هاي عندي الشيشة وزنها كيلوين، هاي الكمية وزاد من عندها تقريبا شيشة كلش صغيرة. شوفوا شلون حلو عن قرب اشوفكم اياه. ان شاء الله يعجبكم، جربوه. عطرها يجنن، عطر الزنجبيل والقرنفل والدارسين والهيل، فد شي سموها مربى، تمر مدبس، كيفكم. ان شاء الله يعجبكم. تصبوا بالماعون تخلوا الراشي عليه تاكلوه، وبدون راشي هي بالاثنين حلو كلش طيب.
بنات لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. وبنات أريد لايكات من عندكم حبايبي، لا تنسون. طريقة جدا حلوة وطيبة وتمر العراق بعد. الله يزيد النعمة علينا يا رب. يلا مع السلامة.